السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على جبل الصبر وكعبة الأحزان مولاتي زينب الحسين. السلام على جامعة الخوة والوفاء وعميدها قمر العشير أبا الفضل عباس الحسين. السلام على بقية الحسين الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه. السلام على خدام الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام على خدام الحسين ورحمة الله وبركاته. أنا إن شاء الله مو ضيف، بس أحب أعطيكم معلومة عني. الذي ورث كرم الإمام الحسن وثبات عمه الحسين وشجاعة عمه قمر العشير أبا الفضل إلى القاسم، عندما أراد القاسم أن يخرج إلى القتال فأرجعه الإمام الحسين وقال: ارجع يا بني لأنك وصية أخي الحسن. فرجع مطأطئا الرأس أمام أمه، فقالت له أمه: ما بك حزين؟ فقال: لقد أرجعني عمي الحسين ولم يأذن لي بالقتال. فقالت: لدي ما سترفع به رأسك أمام عمك الحسين. فأخرجت وصية عمه الحسن، فأخرجت وصية أبيه الحسن وقالت: اذهب لعمك الحسين سيأذن لك بالقتال. فذهب إلى الحسين وقال: البشرى البشرى يا عم. فقرأ الوصية، مكتوب في هذه الوصية: بسم الله الرحمن الرحيم، من الحسن بن علي بن أبي طالب إلى ولد القاسم. بني قاسم، إذا رأيت عمك وحيدا فريدا في كربلاء فلا تبخل بنصرته. فعانقه الحسين وبكى وبكى وبكى. آخر ما بقى للحسن يم حسين قاسم، آخر فرحة ظلت بالخيم قاسم، آخر ما يذكر حسين بالعباس قاسم. يتيم وكان عمه هواي معتز بيه ويخاف عليه من هذا الهوى القاسم. يودع بيه، يشبك بيه، شمشم بيه، كم وداع مر بحسين بس التعب القاسم. فقال له: اذهب وودع أمك. فلبس ملابس الحرب وتجهز، فرأته أمه فقالت: بني قاسم، أنا لم أطلب منك طلبا بحياتي، ولكن لا تردني بهذا الطلب. فقال: لك يا أمه. فقالت: أطلب منك أن تستعرض أمامي على ظهر جوادك. وكأني بأم القاسم والقاسم يستعرض أمامها على ظهر جواده. تقول: بهاي العين فرحة وهاي دم الصب، بهاي العين فرحة وهاي دم الصب، بوجهها ملتقي صبح الله والمغرب. تحير بكربلة وتعرف ايش راح يصير، سنابك خيل تسحق صدر المعذب. هنا تبكي بلا دمع او تنعالى وبلا صوت، وتخيل انت قلب الوالدة معطب. هنا تعتز رباها وتعب مال سنين. هنا تنظر العم حسين المحدب، هنا تقدر تمنعه تعوف بنها يموت. هنا تنظر العم حسين المحدب، هنا ما عدها غيره والكبر دق الباب. هنا تنظر العم حسين المحدب، حنان الوالدة ترفسه ويرد يهيج، ترفسه ويرد يهيج، ترفسه
ايد الدفعة بس الثانية تشلب، تقل حسين ما ظلت زلم تحميك انطت القاسم، تقل محال له موهب. فنزل شبل الحسن الى القتال، فاراد القوم ان يستهزئوا به، فقالوا من انت؟ فاجابهم ان تنكروني فانا شبل الحسن صبط النبي المصطفى والمؤتمن. افترك والله اكبر سيفه وبرمحه، اللي يظل بقفه والقابله يذبحه. افترك والله اكبر سيفه وبرمحه، اللي يظل بقفه والقابله يذبحه. ناس استهزئت قالوا صغير شلون يعبر وادم معضله ومجنحه، ونزل فارس علي مدرع وجفه ثخين، وحجوا وياه برهاوه ورايدي نصحه. قال له ارجع ما رجع، ارجع ما رجع، ارجع ما رجع. شو سحب سيفه وراح، القاسم شال بيده عمامته السرحه، وصل بس ما وصل هذا الذي نصحه، من ظهره طلع القاسم ورمحه. نزل فارس علي مدرع وجفه ثخين، وحجه وياه برهاوه ورايتي نصحه. قال له ارجع ما رجع، ارجع ما رجع، ارجع. شو سحب سيفه وراح، القاسم شال بيد عمامته السرحه، وصل بس ما وصل هذا الذي نصحه، من ظهره طلع القاسم ورمحه، من نشواربه بالرسن يلضم بيه، راس الفارس بالمعركة يطرحه، مو عالماي فوق القاع شوف الصار، الزلم والخيل ظلت بالدم مطفحه، من نشواربه بالرسن يلضم بيه، اجل عمه يفرهم فرت السبحه، صغير وطقته طيحت ناس كبار، صغير وطقته طيحت ناس كبار، بس هاشم تخلف من الزغر وكحه، بس هاشم تخلف من الزغر وكحه. في يوم 7 من محرم قطع الماء عن خيام الحسين، فخرجوا بنو هاشم بقيادة أبي الفضل العباس، واقتحموا نهر العلقم وأبادوا القوم، وملأوا 70 قربة ورجعوا إلى الخيام. فخرج عمر بن سعد غاضب وينظر إلى أشلاء جنوده تملأ الأرض، فقال انقلوا لي الجرحى إلى خلفيات الجيش، ولا أريد جريح أن يفارق الحياة، لأني أحتاج الجنود إلى مقابلة العباس بن علي، لا أريد جريح أن يفارق الحياة. فذهب عمر بن سعد إلى الخلفيات يطمئن على الجرحى، فيتكلم مع الطبيب وقال كيف أحوال الجرحى؟ هل أهلتهم لي للمعارك القادمة؟ لأني أحتاج جنود الكثير لقتال أبي الفضل العباس، لا أريد جريح أن يفارق الحياة أيها الطبيب، افعل ما بوسعك. فارتبك الطبيب وقال اطمئن يا سيدي والجفن ما كفه، اطمئن يا سيدي والجفن ما كفه، ولا عبال كم هذا الجرح يشفى، الجند المشتبك بالمعركة بعباس مشقق جسمه يرجع يشبه السعفة. اطمئن يا سيدي والجفن ما كفه، ولا عبال كم هذا الجرح يشفى، الجند المشتبك بالمعركة بعباس مشقق جسمه يرجع يشبه السعفة. يقول له يا سيدي من قد ما نخيط بيه صار بساط، وترى هذا جريح الفوقة تتحفه، كل عقلك تريد بجيشك توقفه، سلمة براسه جايك حاط ستريشات، نهر العلقم بجنودك يجدفه، كل عقلك تريد بجيشك توقفه، سلمة براسه جايك حاط ستريشات، نهر العلقم بجنودك يجدفه،
يا نهر تريد تقطعه عن عباس الزلمة وطابره ما ينقطع نسفه من قد ما طويل. تشوف راسه تطيح، الجبل يختل ورا مو يوقف بصفه من قد ما سريع يطب على الميدان. وجه الهسه لا شفناه ولا نعرفه، تدري الذابحه ماله حق راسه يطيح، فراغ يظل فقط من راسه حد كتفه. تخيل انت واحد جاي ما تعرفه، اللي يخطف منه ميت، الراد لا يخطفه، الجندي الخاطفه ينشلع وجهه وياه، او من يرد علي من هامته يلقفه. نداوي من، نعالج من، نروح الوين، هذا مبتر وذاك بطرق جفه، هذا شبيه كشفه رده لا تكشفه، من توديه لامه هسه ما تعرفه. هذا شطابره وبراسه جربه تفوت، هذا شلايحه وبراسه لف خسفه، هذا بلا وجه مخطوف من عباس، هذا بلا يرقبه وراسه ويكتفه، هذا بلا جرح بيشور العباس، ما يطيب اذا ما ناخذ العباس ونحلفه. الله الله الله. نداوي من خادمك سيد من قد ما طويل، تشوف راسه تطيح، الجبل يختل ورا مو يوقف بصفه من قد ما سريع يطب على الميدان. وجه الهسه لا شفناه ولا نعرفه، تدري الذابحه ماله حق راسه يطيح، فراغ يظل فقط من راسه حد كتفه. تخيل انت واحد جاي ما تعرفه، اللي يخطف منه ميت، الراد لا يخطفه. تخيل انت واحد جاي ما تعرفه، اللي يخطف منه ميت، الراد لا يخطفه، الجندي الخاطفه ينشلع وجهه وياه، ومن يرد علي من هامته يلقفه. نداوي من، نعالج من، نروح لوين، هذا مبتر وذاك بطرق جفه، هذا شبيه كشفه رده لا تكشفه، من توديه لامه هسه ما تعرفه. هذا شطابره وبراسه جربه تفوت، هذا شلايحه وبراسه لف خسفه، هذا بلا وجه مخطوف من عباس، هذا بلا يرقبه وراسه ويكتفه، هذا بلا جرح بيشور العباس، ما يطيب اذا ما ناخذ العباس ونحلفه. هذا شيبسه بيزامخ العباس، شي حركه بعد عباس ومخوفه، هذا بطين مجسد جرحه موش بخيط، بتعداد الاموات بهالحرب صفه، اذا لي هسه باقي السيف اللي بجفه، عمر تبنين نفد 100 مستشفى، حتى الميت من انقلج العباس يفز مرعوب منه ويريد يتوفى. اذا لي هسه باقي السيف اللي بجفه، عمر تبنين نفد 100 مستشفى، حتى الميت من انقلج العباس يفز مرعوب منه ويريد يتوفى. فهناك جندي وحيد على قيد الحياة من هؤلاء الجرحى، فحرك يده إلى عمر بن سعد، فضرب عمر بن سعد كثيرا وقال إن هذا جندي على قيد الحياة، إن هذا جندي على قيد الحياة، إن هذا عدل عدل عدل. فأجاب الجندي عدل لكن ضقت يوم القيامة، عدل لكن ضقت يوم القيامة، الدرب لي مر علي مختاف عباس،
اخو خيتل يرد منه بسلام.